اهلا بكم اصدقائي المتابعين، اهلا بكم في ملخصات كايرو. النهارده معانا جزء جديد من حكايه جو جيونج المسجون الاقوى، فلو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت فهتلاقيها تحت في الوصف. وقبل ما نبدا بقى ما تنساش تصلي على النبي وما تنساش تصلي صلواتك الخمسه وتدعي فيها لاخواتنا، ويلا بينا نبدا. زي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت بطلنا قدر يواجه الجايرين في معركه كانت شبه مستحيله، خصوصا بعد الاصابات والطاقه اللي استنزفت جسمه بشكل كبير، لكن الغضب اللي جواه خلاه يقوم من جديد ويكمل القتال، وفي النهايه قدر يخلص على جايرين رغم ان جسمه كان المفروض يكون خلاص فقد كل طاقته. لكن المشكله ان المعركه دي خلت ريحه دم بطلنا تنتشر في السجن، وده معناها ان القروش التانيه بدات تشوفه كفريسه سهله، خصوصا وهو لسه مصاب ومش قادر يتحرك بشكل طبيعي. وفعلا ظهر قرش جديد اسمه سانج، وكان مختلف تماما عن اي حد قبله بطلنا قبل كده، لانه بيستمتع بمطارده الضعفاء وبيحس بالحماس لما يشوف الخوف في عيون فريسته. وفي وسط كل الفوضى دي ظهر شخص غامض صاحب الشعر الابيض واللي قدر ينقذ بطلنا في اللحظه الاخيره، وكمان كشف انه عارف حاجات كتيره عنه وعن الطريقه اللي وصل بيها للجناح التاني. والاغرب انه واضح انه مش موجود بالصدفه، لانه كان مخطط لكل حاجه من البدايه، لكن دلوقتي بقى الخطر الحقيقي هو سانج اللي مش قادر ينسى بطلنا وبدا يدور عليه في كل مكان داخل السجن. وفي نفس الوقت بطلنا بيحاول يفهم مين هو الشخص الغامض اللي ظهر فجاه وايه الخطه اللي بيجهز ليها، وهل بطلنا هيقدر يرجع قوته ويواجه سانج، وايه السر الحقيقي اللي بيخبيه صاحب الشعر الابيض. خلينا نبدا ونشوف ايه اللي هيحصل في الحلقه الجديده. بيبقى سانج في المطبخ وعمال ياكل وبيقول انا لازم انسى الشخص ده، لازم اشوف حد غيره، هو انا هفضل كده قاعد مستنيه؟ لكن فجاه بيسمع صوت حد بيقول له هو انت بتتكلم عني انا؟ ولما بيبص جنبه بيعرف انه بطلنا. بيقول له بطلنا انك تقول على الناس ضحيه او اي حاجه زي دي ده شيء مقرف. بيقول له سانج وسط ريحه الدم انا كنت قادر اشم ريحتك، وبيهجم على بطلنا وبيبقى عايز يضربه، لكن فجاه مش بيلاقي بطلنا قدامه، لكن فجاه بيلاقي بطلنا نزل على دماغه برجل بيوقعه على الارض. وبالنسبه لكل ريحه المعقم فانا بعد المده دي بقيت كويس. وبعدها بنروح لمحطة مترو، بيكون في شخص قاعد على كرسي متحرك وبيقول انا فين، بس فجأة سانج بيظهر له وبيقول له صباح الخير يا كسلان، ما كانش ينفع ابدا تسرق قائمة عملاء عصابة تنين السما، بص لحالك بقيت عامل ازاي، محبوس في الكرسي المتحرك ده. المهم القطر لما يوصل بنتصدم ان الشخص ده موجود على شريط القطر، وسانج بيكمل وبيقول له هتضطر تقول باي باي لجسمك كله، والشخص ده بيصرخ وبيقول له استنى خلينا افهمك اللي بيحصل، انا مش فاهم انت بتقول ايه اصلا، وبعدين انا ما جيتش جنب قائمة عملاء تنين السما دي خالص. فسانج بيقول له يا راجل بجد طيب يا ريت يكون عندك تأمين على الحياة. بيسمعوا ساعتها ميكروفون المحطة بيقول القطر داخل المحطة دلوقتي، يا ريت تبعدوا عن القضبان. والقطر ساعتها بيقرب والشخص ده بيكون خايف جدا وبيحاول يهرب، فسانج بيقول له انت شايف اللي بيحصل دلوقتي؟ يلا بقى انت اديت القائمة لمين؟ فالشخص ده بيقول له بقول لك ايه انا ما سرقتش حاجة والله. فسانج بيقول له مش مصدقك. فالشخص ده بيقول له سيادة العميد جين هيونج بارك مدير إدارة التخطيط للتحقيقات في جهاز الشرطة الوطني. فسانج بيقول له شكرا على المعلومة، المرة اللي جاية حاول تبقى اسرع شويه، القطر داخل المحطه اهو، يا ريت الناس تبعد عن الرصيف، الحاجات دي هي اللي بتعيشني. بيمسك اليافطه وبيفضل يضرب فيه بيخلص عليه. وفي الوقت الحاضر سانج بيقول مش متخيل انا بقالي قد ايه مستني فرصه علشان ادوق طعمك تاني. وبعدها بيمسك رجله وهو بيقول كنت فين يا بني ادم انت؟ فيونج بينزل عليه بضربات قويه جدا، وبعدها بيقول له مستحيل اسمح لواحد زيك يطول اللي هو عايزه، وشكلي عملت الصح اني سمعت كلامه. وبنشوف قبلها لما يونج كان بيقول مش شايف اني متجبس وماشي بعكاز، انسى موضوع الخناق ده خالص، انا اصلا مش عارف امشي طبيعي. فابو شعر ابيض بيقول له انا عارف طريقه نجيب بيها قرش الدور الثالث ده. فيونج بيقول له بصراحه مش هينفع باللي انا فيه ده، ما تقلقش انا اعرف مكان سري تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. وفي الوقت الحاضر يونج بيقول بصراحه ما صدقتوش في الاول، بس سانج بيقوم من على الارض وهو بيقول مش ممكن اكيد بتهزر معايا، وسانج بيقوم يهجم عليه وهو بيقول مش معقول انت خفيت خالص بالسرعه دي. بس بطلنا بيبدأ يتفادى هجماته وبيديله ضربة قوية جدا وهو بيقول آسف لو خيبت أملك، بس أنا واخد على الضرب من وأنا عيل صغير فمضطر كنت أتعلم إزاي أفوق بسرعة. وبعد ما بيخليه يريح على الأرض يونج بيقول للأسف هتضطر تفضل جعان. بس فجأة سانج بيقوم وهو بيقول مش ممكن، مش مصدق، ده اللي كنت مستنيه بقالي سنين. لكن يونج بيمسكه من دماغه وهو بيقول أنا كمان أقدر أقول نفس الكلام بصراحة، من زمان وأنا نفسي أوريك النجوم في عز الظهر. وبيرميه ساعتها على الحيطة بيكسرها. وبعدها يونج بيقول فاكر لما كنت بترميني يمين وشمال وأنا مرمي في المستشفى ومش قادر حتى امشي؟ اهو جه دورك بقى. لكن مش بيسكت وبيفضل يزعق وبيصرخ وبيقول لا مش ده اللي كنت عايزه، شكلك مش يفتح النفس خالص، هعمل ايه دلوقتي انا كنت فاكر حاجه تانية. بس يونج بيهجم عليه وهو بيقول انت بيجيلك نوع من المتعه المريضه لما بتاذي خصم تعبان او مصاب صح؟ ايه المشكله بقى؟ خلص عليهم لحد ما يبقوا جاهزين على التقديم. بعدها بيديله ضربه قويه جدا في وشه. فسانج بيقول له لا يا عم انت مش فاهم، انا لو ما استخدمتش مكونات طبيعيه واورجانيك الاكل بيطلع طعمه زي الزفت.
فيونج بيهجم عليه وهو بيقول فهمت، يبقى مفيش قدامك غير انك تفضل مرمي كده لحد ما تموت. وبعد ما بيفضل يضرب فيه فسانج بيقول له يعني مش ناوي تبطل وتستسلم صح؟ وبنشوف الماضي لما في شخص قرب من سانج قالوا له ان الموظف الجديد ده هيتعبني، بس ما اخدتش كلامهم على محمل الجد غير دلوقتي. فسانج بيقول له انت مين يا بني ادم انت؟ فالغريب بيقول له بص بقى، انا بسأل نفسي سؤال، لو انت مش مهتم تحارب اي حد طالما هو مش عيان ولا مصاب يبقى بتعمل ايه؟ وازاي قدرت تتدخل العصابه؟ اكيد ما كنتش هتعرف تعملها من غير ما تفرم اعداء كتير اقوياء في طريقك. فسانج بيقول له انك تحارب حد ما فيش حتى خدش واحد على جسمه، ده عامل زي ما تكون بتمضغ كاوتش عربيه، حاجه تقرف بجد. مجرد التفكير في الموضوع بيقلب معدتي، بس لو فضلوا يتحدوني بضطر اغصب على نفسي اني اتجاهل الريحه المقرفه دي وابلعهم فيها علشان يغوروا من وشي. في الوقت الحاضر لما بطني بيحاول يضربه تاني هو بيديله ضربه قويه جدا بيطيره لبعيد وبيقوم يقف وبيقول لو كنت مات على خناقه معاه للدرجه دي يبقى خلاص همسك مناخيري وابلعك غصب عني، بس بحذرك الموضوع ده هيوجعك اكتر بكتير ما انت متخيل. ولما بيجي يجري علشان يضرب بطلنا بيلاقي نفسه وقع على الارض. فيونج بيقول له شكلك لسه مش فاهم، انا مش الفريسه اللي بتتصاد، انت اللي فريسه. وبيبقى فريق المخاطر هو واحد من الاقسام الاساسيه في عصابه التنين، ودي بتبقى غرفه التعذيب علشان يستجوبوا فيها اي حد. ما حدش قدر انه يدخل المكان ده ويستحمل اللي بيحصل فيه. وبيبقى في شخص اسمه جي، والشخص ده هو قائد الفريق الاول في اداره المخاطر. وبيقولوا جي وجوهره التعذيب مش بيبقى في تعذيب الجسم لكن في الاداء، بعد ما اشيل ضوافرك واحرق وشك تفتكر ايه اللي هيحصل بعد كده. ولما الناس بتحصل فيها كده بيعترفوا، وبيقول لسانج انت دورك انك تخلي المتعذب يبقى مش عارف انت هتعمل فيه ايه. لما الشخص اللي بيعذب يبقى هو بيستمتع بالتعذيب ده يبقى الجزء المهم تخلي الضحيه يبقى مش عارف انت هتعمل ايه. وكانت غرفه التعذيب هي حياه سانج، كل ما بيروح هناك بيستمتع باللي بيعمله. بنرجع للوقت الحاضر وبيبقى سانج ماشي لكنه فجاه رجله بيحصل فيها حاجه وبيقع على الارض. بيقول له بطانا انت شكلك لغايه دلوقتي مش عارف مين هي الفريسه ومين هو الصياد. بيحاول سانج انه يقوم وبيفضل يضرب برجله في الارض علشان يقدر انه يمشي. وبيقول له انت عامل زي بقايا الاكل، لكنه بيلاقي بطلنا مسك صندوق وحذفه بيه. وبيقول له بطلنا ويبقى السله اللي ضربوا بيها دي مليانه بالحليب اللي بينفجر فيه وبيبهدل الدنيا. وبيقول له انت بتقول عليا ان انا عامل زي بقايا الطعام لكن انا احسن من الحليب الفاسد. وبيضربه ضربه قويه في وشه. بيقع سانج على الارض لكنه بيمسك بطلنا برجله وبيقدر ان هو يضرب بطلنا وبيوقع على الارض. وبعدها بيقوم وبياخد معلقه من على الارض وبيقربها على بطلنا وبيبقى عايز يشيل ضوافره. واول ما بيقدر سانج يعمل كده بيبقى مش قادر من الفرح، مش قادر انه يمسك نفسه من الفرحه. وبيقول له ما كنتش في حاله ضعف ما كنتش هحس بالحاله دي. بيضربوا سانج ضربه قويه بيطيره لبعيد. بيقدر بطلنا يثبت رجله في الارض وبيقول له انا مش عايز اقتل مع واحد تعبان زيك. بيقرب سانج منه وبيمسكه من وشه وبيقول له انك تبقى فرحان هو ده السبب الوحيد اللي الانسان عايش علشانه. بيفضل سانج يضرب في بطلنا ضربات قويه لكن بيسمع بطلنا صوته وبيبقى ده صوت الحله اللي على النار. وبيصرخ سانج وبيقول انا جعان. بيقول له بطلنا وقف بقى صراخك. وبيمسكه وبيروح بيه ناحيه الحله وبيخليه يقف بوشه قدامها والحله بتنفجر والميه كلها بتطير في وشه. بيبقى سانج وشه اتحرق. بيمسكه بطلنا وبيبقى عايز يحط وشه في الحله مره كمان لكن بيقدر سانج انه يهرب. وبيروح بطلنا ياخد الطاسه من اللي موجوده وبيفضل يضرب بيها سانج ضربات قويه وبيفضل يضرب فيه ضربات قويه جدا لدرجه ان هو بيملى المكان كله دم. بيبقى سانج واقع على الارض ومش قادر انه يتحرك من الاصابات اللي فيه. بيقول له بطلنا انت قدراتك القتاليه بتتغير على حسب مزاجك، انت حتى ما عندكش نص القوه اللي كانت عندك ساعتها لما جيت للعياده وهجمت عليها وكنت عمال تضرب فيا. لكن بيلاقي بعد كل ده بيبقى مستمتع بكل الضربات اللي اتضربها وبيبقى مستمتع بيها. وبيقول له الشعور ان انا حاسه ده احسن شعور. وبنرجع بالزمن لما كان سانج مع جيو بيقول له انا مش قلت لك ان جوهر التعذيب مش انك تعذب الجسم؟ ومع كده انت فضلت تعذب في الراجل لغايه ما خلصت عليه. بص منظره بقى عامل ازاي، احنا هناخد دلوقتي منه اي اعتراف ازاي؟ علشان كده بياخد سانج هو كمان اداه وبيقول له تعالى بقى علشان اوريك معنى التعذيب الحقيقي بجد. وبيفضل يضرب فيه ضربات قويه جدا لغايه ما بيخليه المفروض يعني مش قادر يتحرك، لكن النتيجه كانت غير كده. بيلاقي سانج بيقول له اضربني اكتر، انا عايزك تضربني اكتر. بيقرب جيو منه وبيقول له انت بتقول ايه؟ بيقول له سانج انا عايزك تضربني اكتر. بيقول له جيو انت شكلك كده هتتعبني معاك اكتر ما انا كنت فاكر. بنرجع للوقت الحاضر وبيبقى سانج واقع على الارض وحاسس انه فرحان وبيبقى وصل لاقصى مرحله من مرحله السعاده وبيبقى قلب الميت عند سانج في التعذيب. وبيقوم وبيهجم على بطلنا وبيضربه ضربه قويه بيطيره. وبيبقى سانج طلع فوق الدولاب وبيقول له انا بستمتع بالتعذيب حتى لو كان اللي بيتعذب ده انا، من دلوقتي انا عايزك انت اللي تاكلني. بيقول له بطلنا انا كده فهمت، انت كده فرحان، لكن لما الموضوع يبقى ان في حد بيستخدم حركتك
حاجتك اللي هتخلص بيها يبقى كده انت لازم تخلص عليه، لان بطلنا بيبقى قلب الميتا بتاعه في الغضب. بنعرف ان في سمكه قرش اسمها سمكه قرش القطع، وسمكه القرش القطع دي مش بتقدر الضحيه بتاعتها ولكنها بتفضل تاكل حتت منهم، وده علشان تستمتع باللي هي بتعمله. بنروح لمدير السجن اللي بيبقى ماسك بسكوته وبيقول له الموضوع ده اسمه ساري البحر. سمكه القرش القطع بتهجم على الفريسه وبيقطع منها حته وكل ده علشان يستفزه، وبيبقى مش مهتم هو حجمه قد ايه، وكانه بيطلب منهم يضربوا او يعضوا. لما بيحس بالألم بيحس بالمتعة وبيبقى مش قادر انه يوقف، وبيبقى عايز انه يبقى الفريسة، وبتبقى سمكة القرش دي بتبقى هي سانج. بنشوف المكان وهو هادي وفجأة حد بيتكسر بيه الازازة وبيبقى هو ده سانج بعد ما بطلنا ضربه. بيقول له سانج انا حاسس ان عظامي كلها اتكسرت، وهو ده الشعور اللي انا عايزه، الشعور اللي انا حاسس بيه ده انا ما حسيتش بيه قبل كده ولا حتى في غرفة التعذيب. في عصابة التنين بيتفاجئ بطلنا اول ما بيسمع كده وبيقول له انت بتتكلم عن عصابة التنين وغرفة التعذيب؟ بيقول له سانج اصل في حاجات كويسة بتحصل هناك، هما كانوا بيستخدموا غرفة التعذيب علشان يخلوا الخونة يتعذبوا وبيقولوا على كل اللي عندهم، لكن هي كان ليها استخدام تاني. بيقول له بطلنا انت ليه وقفت الكتاب وقاعد بس تتكلم زي الكلب اللي بينبح؟ بيقول له سانج بنبح؟ انت ما تعرفش اللي عمله كانج هناك؟ علشان ابنه الوحيد انا كنت هوقع نفسي في مشكلة مع اني كنت المفروض ما اقولش حاجة زي دي. بيقول له بطلنا قول انت تعرف ايه؟ بيقول له سانج مش معقول، انا مش عارف ممكن يعملوا فيا ايه، ممكن يجي ويجي وينهي حياتي، خلينا بقى نكمل احنا وقفنا فين. لكن فجأة بيضربوا بطلنا ضربة قوية في وشه بيطيره، وبيبقى سانج فرحان وبيقول له ايوه هو ده اللي انا عايزه. بيهجم سانج على بطلنا وبيضربه ضربه قويه جدا بالرجل في وشه، ولكن بطلنا بيقدر ان هو يرجع لورا ويتفادى الضربه دي، وبيضربه ضربه قويه جدا في وشه باليد بيرجعه لورا. لكن كل ما سانج بيضرب اكتر بيبقى مستمتع اكتر. بعدها بيمسك بطلنا وبينزل بيه على الارض وبيقول له انا قلت لك لو اتكلمت انا ميت. لكنه لما بيبص قدامه مش بيلاقي بطلنا وبيلاقي جاي من وراه بينط لفوق وبيرفع رجله وبيقول له وريني بقى انت هتفضل مستمر كده لغايه امتى؟ بينزل بطلنا بالرجل على سانج بيضربه ضربه قويه، بيبقى سانج فرحان بالضربه دي. بيقول له سانج لما بتضربني انا بحس ان جسمي احسن واحسن، وبيضرب بطلنا بيرميه على حاجات كتير ورا. ايه مالك وقفت ليه؟ انا مش عايزك توقف، عايزك تفضل على كده، انا عايزك تضربني ضربه قويه، عايزك تضرب جسمي ضربه قويه جدا تخليني احس بالشعور كويس اللي انا كنت حاسس بيه. وبيهجم عليه بطلنا وبيضربه بالرجل ضربه قويه في وشه بيخليه يطير. بيقول له بطلنا انا حاسس ان كده خلاص اتعودت على استخدام قلب الميتا. وبنرجع بالزمن وبنشوف بطلنا وهو مع والده وبيبقى واقع على الارض وبيقول له والده انا مش قلت لك ما تبالغش في استخدام قلب الميتا، لان ده هيبقى نتائجه سلبيه على جسمك. حتى لو انت استخدمت قلب الميتا ده مش سهل لان تنميته بترجع ليك انت، لكن مش عايزك تقلق انت هتعرف تستخدمه مع الوقت. انا عايزك تخلي ده في بالك على طول، مش هينفع انك تخلي النار شغاله في كل الاوقات. بنرجع للوقت الحاضر وبيقول بطلنا لو استخدمت قلب الميتا بشكل كبير ده هيبقى ليه تاثير مش كويس عليا، لكن انا في قتالي معاك يا سانج انا تجاوزت الموضوع ده وعرفت ان انا مش هستخدمه كده على طول، لا انا هستخدمه وقت ما احتاجه. هو بيجمع قوه كبيره وبيضرب بيها سانج وبيطيره لبعيد، بس بيبقى سانج معجب بقوه الضربه دي اللي بيبقى حاسس بشعور حلو جدا، وبيقول له الضربه دي كانت رائعه. بيهجم عليه بطلنا وبيضربه ضربه تانية في وشه وبيفضل يضرب فيه اكتر واكتر، وبيقول له خلينا نجرب ضربات اكتر. بيقول له سانج انا ما حسيتش بحاجه زي دي قبل كده علشان كده انا حاسس ان قلبي هينفجر. بيقول له بطلنا انا بقدر استخدم قلب الميتا وقت ما انا عايز اريحهم وقت ما انا عايز، ولما بستخدمها القوه بتاعتي بتزيد بشكل كبير. وبيهجم عليه بطلنا بيضربه ضربه قويه بيطيره لبعيد، وبيقول له بطلنا انت مش هتقول لي بقى انت قلت انك كنت في غرفه التعذيب بتاعه عصابه التنين، يبقى انت لازم تبقى عارف الطريق الاسهل علشان الاشخاص يتكلموا وانت تجاوبني عن الاسئله بتاعتي وانا هقليك لغايه ما يبقى طعمك حلو. بيمسك وش سانج وبيروح بيه عند الآلية وبيبقى عايز يحط وش سانج فيها، وبيكون ابو شعر ابيض قاعد هو وتايسان وجونج يون، وبيقول يا راجل فتحات التهويه دي ضيقه جدا، بس الصراحه انا واخد مكان ممتاز يخليك شايف الخناقه من اول صف. فجونج يون بيقول له مقعد في الصف الاول؟ ايه اللي بتقول عليه ده؟ بلا كلام فارغ. فتايسان بيقول له ينفع اديله علقه مره واحده بس؟ فجونج يون بيقول له انا لسه عايز ارجع اوضتي. الموضوع يخوف بصراحه. فتايسان بيقول له انت عايز تودينا في داهيه ولا ايه؟ فابو شعر ابيض بيقول الخناقه بتبقى ممتعه اكتر بكتير لما يكون في ناس كتير بتتفرج. فجونج يون بيقول له ابتدى يخرجني عن شعوري. فتايسان بيقول له خلينا نخلص عليه. فجونج يون بيقول له الفكره دي عجباني جدا. فابو شعر ابيض بيقول توقعي انهم هيتحركوا دلوقتي خلاص بعد ما ينجو كسب، بس بعدها بيكون مظلوم وبيصرخ من جمدان بطلنا، وبعدها بيقول وانا كمان بموت في سمك القرش المقلي. وعند بطلنا يونج بقى اللي بيكون حاطط دماغ سانج على الارض وبيقول لسه برضه مش ناوي تقول لي جانجر يونج عمل ايه لابنه جوه اوضه التعذيب؟
فسانج بيقول له مش قادر، لو فتحت بقي باي كلمه هتبقى نهايتي. بيكون بطلنا عايز يحط دماغه في الزيت المغلي وبيقول له فهمت، يمكن لسه في حته مش واضحه بالنسبه لك. فسانج بيقول له استنى عندك، انت مش ناوي بجد ترميني جوه صح؟ الزيت ده بيغلي، انت كده زودتها قوي. بس بطلنا بيبدا يدخل دماغه وهو بيقول طبعا عارف انا بعمل ايه كويس جدا. وبنشوف في اوضه التعذيب لما كان جانج بيمسك الادوات وبيقول بص الوجع الجسدي نص الحكايه في التعذيب، اللي بيكمل التجربه بجد هو خيال الشخص نفسه. في الوقت الحاضر سانج بيصرخ وبيقول استنى هموت لو دخلت وشي في الحاجه دي. فيونج بيقول له غلط، وشك هيتحرق حرق جامد بس ده مش كفايه علشان تموت. طبعا انا متاكد انك في الاخر هتتمنى الموت وتترجاه. بس سانج بيصرخ وبيقول بص الموضوع ده حصل من فتره قريبه. جانج يونج دخل غرفه التعذيب وخد واحد من المساجين علشان يدهسوا بنت بعربيه تريلا، كل ده علشان خاطر عيون ابنه العزيز. تمام كده؟ ساعتها بطلنا بيفتكر كل اللي حصل وبيقول مهما رحت فين هعرف اوصل لك واخلص عليك. وعند البنت الحارسه اللي بتكون قاعده بتاكل وبتتكلم في التليفون وبتقول الخناقه بين يونج وسانج خلصت ويونج اكل خصمه. ممكن اجيلك ونرغي في التفاصيل. بس الشخص اللي بيكلمها بيقول لها لا عندي مشوار مهم، لما احتاجك هكلمك. المهم بقى يا صديقي ان الشخص ده بيكون هو اونج جيونج المدير التنفيذي لعصابه التنين السماوي. وبعد ما اونج بيخلص المكالمه بيقرب من شخص قاعد بيصطاد وهو بيقول بقالنا كتير ما اتكلمناش، يا رب تكون بخير. والشخص اللي بيكون قاعد يصطاد بيقول له يا اهلا يا اهلا. دي مفاجاه بجد، المدير التنفيذي بنفسه جاي يكلم مدير فريق غلبان زيي. وده كمان يا صديقي بيكون جونج هو جي رئيس فريق اداره المخاطر في تنين السماء غرفه التعذيب. فاونج بيقول له انت متواضع زياده عن اللزوم، ما كنتش متخيل ان مدير حجره التعذيب سيئه السمعه هيسلي وقته بهوايه هاديه زي دي. فجونج بيقول له بستمتع جدا وانا قاعد هنا بسناره الصيد، بس الحقيقه مش السمك هو اللي يهمني، الصيد الوحيد اللي بحب اقطعه حتت هم البشر، وبنصطاد من السناره دي في البحر بس الطعم اللي فيها هو بني ادم. فاونج بيقول له البشر، عجبني الموضوع ده. فجونج بيقول له ايه اللي جابك هنا في حته الصيد بتاعتي؟ فاونج بيقول له في سمكه كبيره قوي عايز اصطادها بقالي فتره بحاول، بس هي ضخمه ومفترسه جدا لدرجه انها دايما بتهرب مني، وعلشان كده جيت اطلب مساعدتك المره دي. فجونج بيقول له انت تقصد مين بكلامك ده؟ فاونج بيقول له تشاد جانج يونج. وبنروح لمكان تاني بيكون رئيس السجن واقف قدام الحوض والميكروفون بيقول سيداتي وسادتي شكرا لزيارتكم لمعرض الاحياء المائيه، هيبدا عرض اطعام القروش بعد لحظات قليله. وبيكون مدير السجن واقف قدام السجون بجنون وبيقول بجد كان منظر مش طبيعي، الاتنين القروش كانوا داخلين في خناقه شرسه وبينهشوا في لحم بعض. وفجاه يونج خلص على خصمه، قرش الدور الاولاني وقرشين من الجناح التاني خرجوا بره الخدمه. خلاص الكائنات الحيه بتشغل انظمه الدفاع عندها لما التوازن في النظام البيئي بيختل. السلاحف بتستخبى جوه صدفتها، والسمكه البالون بتنفخ جسمها، والاخطبوط بيستخدم التمويه علشان يهرب من اعدائه. طب وبالنسبه لمفترس المحيطات الاول القروش، وعلى الجنب التاني بيكون ابو شعر ابيض عمال يلعب مع المعزه ويضحك بصوت عالي، وتايسان وجونج يون قاعدين يتفرجوا عليه. فجونج يون بيقول هو ماله ده؟ تايسان بيقول له مين عارف يمكن خبط دماغه في حته في فتحات التهويه. وبيكون ابو شعر ابيض قاعد وبيقول يا ترى قرش الدور الرابع والخامس. الامور بدات تتحرك اخيرا، اخر قرشين واقفين في طريق يونج، مش قادر استنى اشوف هيعملوا ايه. وبنرجع للدور الرابع اللي بيكون واقف فيه واحد من المساجين وعمال ينظف، لكن بيتفاجئ ان في باب مفتوح، واول ما بيشوف الباب ده بيبقى خايف جدا وبيقول هو ايه اللي فتح الباب؟ المفروض الباب ده ما بيبقاش مفتوح، وبيبقى الباب ده الخاص بالقرش اللي في الدور الرابع. وفجاه بيشوف القرش وهو ماشي وبيقول هو ازاي خرج من الغرفه؟ اوعى تقول ان هو نزل علشان. وبيبقى في شويه مساجين واقفين في الدور الرابع، وفجاه بيلاقوا حد نازل عليهم من الدور الخامس. وبيقول له واحد من المساجين دول من النادر يعني ان في حد من الدور الخامس ينزل على تحت، لكنهم اول ما بيرفعوا وشهم وبيشوفوا الشخص اللي نازل بيتفاجئوا، بيبقوا مش مصدقين اللي شايفينه، لان الشخص اللي نازل ده بيبقى على هدومه الشعار اللي لونه اسود، ومعنى كده ان ده القرش اللي في الدور الخامس. المراقبة عند مدير السجن، بنشوف في الكاميرات بيبقى قاعد وشايف القروش وهما بيتحركوا. بنروح لمستشفى كيميتشيون العام، ودي بتكون منشأة طبية لسجناء سجن الأحداث. وبيبقى هناك الجايرين موجود في المستشفى دي، وأول ما بيبقى قاعد وبيقول أنا بقالي هنا كتير ولسه فاضل 3 أسابيع علشان أخرج من هنا. وبيبقى قاعد وبص في الورقة اللي قدامه اللي بتكون عبارة عن عيلة وكلهم فرحانين. أول ما بيشوف عليها كلمة سعادة بيقطع الورقة وبيقول كل ده خدعة، كل الناس حاسة بمشاعر هي مش موجودة عندها أصلا. أنا كنت بحاول إني أبقى سعيد، لكن أنا بقيت عامل إزاي؟ ويونج اللي قدر انه يهزمني علشان يعدي فوقي، ودلوقتي زمانه بيتباهى ولا كانه بيملك المكان. بنروح لسانج اللي بيبقى في المستشفى هو كمان، وبيقول انا جعان والاكل اللي هنا مش بيشبعني، هو انا علشان ما قدرتش اكل يونج علشان كده انا مش عارف اشبع. هو دلوقتي هدفه القروش اللي في الطوابق العليا، القروش اللي فوق مش هيبقوا سهلين، لان في عصابة التنين الاتنين دول هيبقوا مختلفين، حتى انا مش قادر اتخيل اني اكلهم لانهم وحشين. فجأة بتدخل عليهم ممرضة وبتقول له يا سانج انت حاسس بايه؟ وبتبقى جايبه معاها حقنة علشان تديها
بتديها له وبتقول له خلي بالك ممكن توجعك شويه، لكن اول ما سانجي بيشوف الحقنه ما بيقدرش يمسك نفسه وبيفضل يصرخ وبيقول لها انا مش عايز اي حقن، ابعدي عني الحقنه دي. بنروح للسجن وبيبقى المساجين قاعدين يتفرجوا على فيلم الوحش المعزه ووحش الشجره، وبيهجم وحش الشجر على المعزه وبيضربها بالفروع بتاعته، وبيبقى المساجين اللي قاعدين مش عاجبهم الفيلم ده وبيقولوا مين الغبي اللي صور الفيلم زي ده. وبيبقى جونج يون قاعد وبيقول اكيد القروش اللي في الطوابق التانية سمعوا عن يونج، كده بقى الدور الاول بتاعنا كله هيبقى مستهدف. بيقول له تايسون لو القرود دي جت للطبق بتاعنا هيبقى شيء كويس، لان انا ساعتها هقدر اختبر الالغام اللي انا صنعتها، وعادي يعني حتى لو فجرت السجن كله. بتبقى الشجره بتهجم على المعزه بالفروع بتاعتها. بيقول ابو شعر ابيض لبطلنا انت في المعركه مع القرش اللي فات كنت مش قادر تقف، لكن دلوقتي انت بخير. بيقول له بطلنا الشكر ليك. بيقول له ابو شعر ابيض ايوه صح انا السبب، بصراحه احسن حاجه المكان اللي انا قلت لك عليه. بيقول له بطلنا انت ازاي عرفت كل الامور دي؟ انت عرفت حاجات كتير، انت غريب النهارده كنت بتصرخ لما بتتفرج على حاجه زي كده. بيقول له ابو شعر ابيض الواقع المتعه فيه احسن من الفيلم. فجاه في مسجون بيدخل عليهم وبيقول لهم في حد ضخم نزل لتحت، قرش الدور الرابع وقرش الدور الخامس هما الاتنين دخلوا مع بعض في قتال. بنروح لجارين وبيبقى قاعد وبيقول القروش هتتقاتل مع بعض، وبيفتكر اللي عمله فيه يونج وبيقع على الارض وبتجيله النوبه. بنروح لسانجو بيقول يونج هيبقى عايز ياكل القروش التانية، لكن في النهايه يبقى انت اللي هيتم اكلك، وبيفتكر اللي يونج عمله فيه وبيفضل يصرخ وبيقول انا اسف. بنروح لجونج يون وبيقول قرش الدور الرابع دخل في قتال مع قرش الدور الخامس، وبيقول تايسون ليونج الاتنين بيقاتلوا بعض وده هيسهل عليك الموضوع. بيقول ابو شعر ابيض انا كنت عايز هجوم مباغت على يونج، لكن نوع التحول ده كويس برضه. بيخرج بطلنا من المكان وبيبقى جونج يون وتايسون مش عارفين هو رايح على فين، وبيبقى في واحد من المساجين بيقول هو ايه الفيلم ده؟ بيقول له اللي جنبه ده فيلم وحوش من الدرجه التانية. بيقول له المسجون انا مش بتكلم على الوحوش، انا بتكلم على المكان اللي ورا المكان ده في حاجه بتحاول انها تخرج منه، انا بتكلم عن البحر لان في قرش بيحاول انه يخرج. بيقول ابو شعر ابيض انا كنت ان ده مجرد حلم، لكن ده فيه قصه، وبتبقى اليافطه اللي موجوده بره بتتكلم عن الفيلم ده وان هو فيلم بين وحش الشجره والمعزه اللي بيحصل هجوم بينهم، لكن بيبقى في خصم ثالث وهو القرش اللي بيهجم عليهم في الاخر. وبيبقى بطلنا ماشي وبيقول لو قدروا الاتنين دول انهم يخلصوا الموضوع بينهم هكون انا بقى هقدر اخلص على واحد فيهم. وبغرفه المراقبه بتكون البنت الحارسه واقفه وبتقول انا جيت اجري اول ما سمعت عن المصيبه دي، حتى لو ما لحقتش اغير لبسي والبس اليونيفورم بتاعي، بس انا لسه مش فاهمه ايه اللي بيحصل هنا، وليه قروش الدور الرابع والخامس بيتحركوا في نفس الوقت؟ مش ناويين يتخانقوا مع بعض صح؟ بس مدير السجن بيقول لها عمري ما شفت قرشين داخلين على بعض بالمنظر ده، ولا حتى من ساعه ما الجناح التاني اتاسس، ليه قرروا يتحركوا فجاه كده دلوقتي بعد كل الوقت ده؟ لحظه انا فهمت، في علم التطور الموضوع بيبقى طبيعي جدا ان الكائنات الاصليه تتطور لاشكال اقوى واعقد علشان تقدر تعيش. لما كائن غريب يقتحم البيئه بتاعتها ومفيش غير حاجه واحده بس هي اللي ممكن تكون سببت التغيير ده، المسجون 7199 يونج تشا. فالبنت الحارسه بتقول له قصدك تقول ان كل ده بيحصل بسبب سجين واحد؟ فمدير السجن بيقول لها فرضية الملكة الحمراء بتقول ان البشر لازم يفضلوا يطوروا في اللقاحات علشان يقدروا يواجهوا الفيروسات ويعيشوا، وفي نفس الوقت الفيروسات بتضطر تتطور هي كمان من غير توقف علشان تقدر تتغلب على اللقاحات دي نظرية مبهرة بتدعم فكرة ان كل حاجة في الدنيا لازم تفضل تتغير وتتطور والا هتتجمد وتختفي. ويونج وباقي القروش محكوم عليهم انهم يتخانقوا ويلفوا في دايرة مقفولة يفضلوا يتطوروا طول عمرهم، يا اما يموتوا وهما بيحاولوا، وساعتها لما جهاز الانذار بيضرب البنت الحارسة بتقول له خلل تاني. انت جبتها صح يا فندم. يونج بدأ يتحرك، لكن هو ليه بيدخل بينهم وهم بيتقاتلوا؟ ده اختيار خطر جدا. بيقول لها المدير حتى انا مش عارف ايه السلوك اللي بيعمله ده. بنروح بقى للمساجين اللي بيكونوا قاعدين كلهم وبيقولوا جيونج يون القرش اللي في الدور الرابع والقرش اللي في الدور الخامس بيتقاتلوا، هم ليه بيعملوا كده؟ ما احنا كنا هاديين. وبيتكلموا المساجين على بطلنا ان هو دلوقتي رايح لهم حبيبي ومش عارفين هو ليه بيتصرف كده، لكن بيبقى جيونج يون عمال يقول اليوم جه. وبيروح لتايسون وبيقول له هو انت بتقول ايه؟ بيقول له جيونج يون انا مش كنت على طول بقولك ان في يوم السجن ده هيتدمر فيه؟ هو ده بقى اليوم، احنا هنبقى زي العشب تحت رجلين الفيلة. لا احنا كلنا هنموت وننفجر في معركة القروش دي. بيقول له تايسون انت مش عايز تموت موتة مؤلمة صح؟ بيقول له جونج يون ايوه. بيقرب عليه وبيخنقه وبيقول له انا هخلي الموضوع يبقى سريع. وبيفضلوا المساجين يتكلموا عن القروش اللي في الدور الرابع والخامس، وبيسأل واحد منهم لو حد يعرف اي معلومات عنه، لكنه ما بيبقاش حد عارف عنهم اي حاجة، لكن يعرفوا عنهم ان القرش اللي في الدور الرابع والدور الخامس هم مختلفين خالص عن القروش التانية، لان دول بيتقال عليهم الاوموجي من منظمة التنين. بيقول تايسون شكل كده المستوى بتاعهم قد مستوى القروش التانية 3 مرات، لكن مش مهم قد ايه هم اقوياء، انا ما اقدرش اتخيل ان يونج هيخسر منهم. بنروح بقى لابو شعر ابيض اللي بيبقى قاعد وماسك البوستر بتاع الفيلم، وبيقول المعركة بين القروش دي اللي هيدخل بينهم القرش العملاق، وكل المعارك اللي فاتت دي كانت مجرد تسخين، لكن المعركة بتاعت النهارده دي هتشيل بقى كل التوتر اللي عند الكل. بنروح بقى لبطلنا اللي بيكون واقف عند المكان اللي بيتقاتل فيه القروش اللي في الدور
الرابع والقرش اللي في الدور الخامس بيبقى المكان ده هو المكتبة، وبيقرب على الباب وبيفتحه. لكن اول ما بيدخل المكان ما بيلاقيش اي حد موجود، وبيفضل يدور عليهم في المكتبه لكنه مش بيلاقي اي حد. لكنه وهو ماشي بيدوس على كتاب بيلاقيه واقع على الارض، واول ما بيبص من الفتحه اللي الكتاب ده كان واقع منها بيتفاجئ من اللي بيشوفه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اللي كانت مليانه مواجهات واحداث خطيره، خصوصا بعد ما قدر يونج يهزم سانج ويكتشف منه سر مهم جدا من عصابه التنانين وغرفه التعذيب. والاخطر هو اللي حصل مع جانجر يونج وابنه، واللي خلى يونج ياخد قرار واضح انه هيوصل له مهما حصل. لكن واضح ان اللي جاي اخطر بكتير، لان القروش اللي في الدور الرابع والخامس اتحركوا في نفس الوقت وبداوا يدخلوا في مواجهه مرعبه. ومدير السجن نفسه فهم ان ظهور يونج هو السبب في التغيير اللي حصل للقروش. والاخطر ان يونج قرر يدخل بنفسه وسط المعركه، رغم ان حتى مدير السجن مش فاهم هو ناوي يعمل ايه، خصوصا ان القروش دول اقوى من باقي القروش بمراحل، وبيتقال عليهم انهم الايموجي بتوع منظمه التنين. لكن المفاجاه الحقيقيه لسه في النهايه، لما يونج دخل المكتبه مكان المواجهه ما لقاش اي حد، وبعد ما بدا يدور لقى كتاب واقع على الارض. ولما بيصل من الفتحه اللي الكتاب كان واقع منها اتفاجئ بحاجه خطيره جدا. فيا ترى ايه اللي شافه يونج، وهل هيقدر يواجه القروش الجدد؟ سؤال الحلقه ليكم، مين كان الشخص اللي قال لسانج ان الموظف الجديد هيتعبه؟ اكتبوا الاجابه في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك، واستنوا الحلقه اللي جايه لان المواجهه الحقيقيه لسه هتبدا.